يا صباح السعادة، يا صباح السكر، صباحكم فل، صباحكم معطر بذكر الرحمن. النهاردة بقى يا بنات هقولكوا على ميزانية 100 جنيه لمدة أسبوع. الميزانية يا بنات النهاردة ميزانية 100 جنيه لمدة أسبوع. أنا هنا في وصفات الغلابة جايلك بقى من الزمن الجميل. هنقدم ويا بعض وصفات سهلة جدا، اقتصادية وبسيطة وعلى قد الإيد. ميزانيات يا بنات تبدأ من أول 16 جنيه توصل لحد 3 و4 آلاف جنيه. بس طبعا وزي كل فيديو، لو أول مرة تشوفيني لايك وشير وتمني لي من قلبك الخير. ما تنسيش كومنتك الحلو اللي هتقوليلي بتتابعيني فيه منين. ندخل بقى يا بنات على ميزانية المشتريات. دعوة حلوة كده من القلب ربنا يشفينا. أول حاجة يا حبايب قلبي جبنا الطماطم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، 2 كيلو ب10 جنيه. الطماطم بدأت ترفع فناخد بالنا. الأسبوع اللي فات جايبينها 3 كيلو ب10 جنيه اللوكس يا بنات، كانت جميلة جدا. يعني لو تقدري بقى تجيبي لك كده 2 كيلو وتبدأي ان انت تظبطيهم وتعينهم في الفريزر، هينفعوك ان شاء الله في اسبوع العيد. الاسواق بتبقى قافلة والحاجات دي بتبقى ايه شحة شوية. انا جبت يا بنات ب20 جنيه طماطم، 20 جنيه طماطم 4 كيلو، وهبدأ ان انا ايه احطهم كده عندي في التلاجة هيقضوني ان شاء الله الاسبوع. طيب الخيار اللي انتوا شايفينه بقى جايبينه ب10 جنيه. بصي بقى، الخيار ده في السلطة بيبقى حلو قوي. اي مقاس تجيبيه كبير صغير عادي مفيش مشكلة، بتقطع كده كده وبتحط ايه في السلطة. فجبنا اللهم بارك كيلو ونص خيار ب15 جنيه. يبقى المجموع ويانا يا بنات ايه بقى؟ 35 جنيه خيار وطماطم كمان، هينفعوني في السلطة. الصيام محتاج سلطة، فأنا عن نفسي بشكل طبق السلطة تقريبا كده ايه على الأقل 5 ألوان. طبعا الموجود عندنا هنحط أي نوع خضار موجود عندك. لو ضفتي حباية من كل نوع خضار فما شاء الله اللهم بارك هتعملي طبق كبير. والفلفل البلدي القمر اللي انتوا شايفينه ده جايبينه بكام؟ ب5 جنيه. زي ما قلتلك بحب ازيد قرنين 3 من الشطة عشان الناس اللي بتحب الأكل الحامي. ده فلفل بلدي يا بنات كان ايه شوية كده آخر السوق، فالراجل اعطاهم لي ب5 جنيه. بصوا والله يا بنات فلفل طازة صابح لسه جاي كده من الغيط، حاجة كده زي الفل. شايفين بقى زي ما قلتلك بحب اضيف قرنين 3 كده من الفلفل الحامي عشان خاطر الناس اللي بتحب الاكل المشطشط. يبقى انا جبت هنا يا بنات ب5 جنيه فلفل، 15 خيار و20 طماطم، يبقى المجموع لحد دلوقتي 40 جنيه. شكل الفلفل مغري اوي وحلو اوي، طازة ولسه جاي فريش من الارض. يعني لو حجمه صغير كده عادي مفيش اي مشكله. ده فلفل بلدي يا بنات طازه لسه جاي من الارض. هنعمل بقى وهي بعض كده ايه طبق كبده، تقدري تقدميه على الفول، هتعمليه على حاجات كتير قوي. زيديه على طبق السلطه اللي احنا قلنا عليه. طيب الجزر الجميل اللي انتوا شايفينه ده بقى بكام؟ ال2 كيلو يا بنات ب10 جنيه. وهنا بقى فوائد الجزر لا تعد ولا تحصى. قالوا عنه زمان أول نظر، الجزر يا بنات بأول نظر. ده بقى بالإضافة إن فيه ما شاء الله اللهم بارك فيتامينات عالية قوي، وما اقولكوش بقى فوائده الصحية. أكلوا لكم خضار طازة، تقدري ان انت تقطعه لهم كده وتحطيه في طبق الفاكهة طبق السلطة. فهو على فكرة يا بنات طعمه بيبقى مسكر وبيبقى حلو قوي. عن نفسي لما الفاكهة بتخلص ببدأ ان انا استخدم الجزر كنوع من انواع الفاكهة. جبت بقى ب10 جنيه جزر. طيب شبت وكزبرة وخضرة المحشي جبنا اللهم بارك زي ما انتم شايفين برضو الخضرة يا بنات فريش وطازة ب5 جنيه خضر، هنستخدمها على السلطة. وتقدري برضو ان انت تضيفيها على الاكلات بتاعتك، مش بتتحط بس كديكور، لا بتتاكل كمان. يبقى احنا هنا يا بنات جبنا اللهم بارك شوية الخضار دول بقى هينفعوني بقى قوي قوي طبيخ وسلطة كمان. طيب بعد كده بقى يا بنات زي ما قلت لك بحب اعمر تلاجتي الاول بالخضار. الخضار ده بقى هيفضل معايا طول الاسبوع ان شاء الله. طيب بعد كده بقى الفراولة يا بنات، على فكرة صدقوني بجد الكاميرا ظالمة حاجات كتير قوي وياي. ادعولي بقى ان انا اجيب تليفون جديد لو انت وصلت لحد هنا. هنعمل بقى ويا بعض يا بنات الفراولة. بصي الفراولة اللهم بارك جايبين الكيلو ب25 جنيه. جبنا بقى برتقان يا بنات زي ما انتم شايفينه. البرتقان ده ايه الكيلو ب15 جنيه، وده البرتقان اللي هو ايه تقريبا كده بيقولوا عليه صيفي او برتقان بلدي. فاللي يعرف اسمه يا ريت يقول لنا في كومنت كده هو برتقان صيفي ولا بلدي. البرتقان اللي انتوا شايفينه ده بقى يا بنات ب15 جنيه. جبنا اللهم بارك شويه كده ايه ب20 جنيه، مشكل كده برتقان على يوسفي كمان. شايفين بقى ما شاء الله شوية برتقان ويوسفي حاجة كده زي الفل، تشكيلة كده على بعضها. هنعملهم بقى ويا الجزر
عصير برتقان مضروب مع الجزر، بس بيبقى يا بنات هايل، فوائده بقى وقيمته الغذائية بتبقى عالية. دخلوا لولادكم العصاير الفريش، دخلوا لولادكم الاكل الطازة الفريش، بصوا بتفرق جامد يا بنات صدقوني. نحسب بقى الحسبة بتاعتنا ونشوف احنا جبنا ايه. انا جبت يا بنات ب20 جنيه طماطم، 10 جنيه من الجزر، 15 خيار، 5 جنيه من الشبت، و20 جنيه برتقان، 25 فراولة، 5 جنيه فلفل. طب تيجي نحسبها على بعضها. لو حسبتيها كده بالورقة والقلم يبقى انا جبت الخضار والفاكهة ب100 جنيه. طيب هنطبخ ايه بقى النهاردة؟ جايبين بقى ما شاء الله اللهم بارك 1.5 كيلو شبار او سمك بلطي. قوليلي بقى بتقولي عليه ايه في منطقتك او في بلدك. احنا في بلدنا بنسميه الشبار. الشبار ده يا بنات جبت اللهم بارك ال1.5 كيلو ب100 جنيه. كان الراجل بيبيعه ب70 جنيه، فاداهولنا ب100 جنيه ال1.5 كيلو. وده لان ايه، كانت اخر 100 جنيه كانت ويانا. فاللهم بارك يا بنات. التسويقه بتاعتنا النهارده خضار وفاكهه يقضون ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع كامل ب100 جنيه. جبت عليهم ب100 جنيه سمك هيقضينا النهارده ان شاء الله. طبعا عارفين ان الصيام الاكل ما بيبقاش فيه كتير، يعني الناس بتاكل على قد طاقتها وعلى قد احتياجها بس، فحاولي ما تكتريش الكميات عشان ما تهدريش عندك. ما تنسوش تحبوا بعض